هذه الفضائح في مجتمعات المسلمين. الإعلام الخبيث الذي ينشر الرذيلة حتى الشهر تاع رمضان، الشهر تاع رمضان ما احترموش. الشهر تاع ربي تاع القرآن أنزل في القرآن وما احترموش، وما احترموش الأسر، وما احترموش الكبار، وما احترموش الصغار في أفلامهم، في مسلسلاتهم الفاضعة الهابطة السافلة التي تروج للحرام وللرذيلة وللمنكر وللفساد. مخدرات، تجيب طفل صغير تقول لك خبي وديروا فيلم. هذا كان بك تشجع الأطفال على هذا العمل وعلى هذه الحيلة الخبيثة. دار نجيبهم من الجامعة، دار يقولوا يا غلام تعال أعلمك كلمات، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله، ويا غلام إذا سألت فاسأل الله. الآن الحبوب المهلوسة خلاص، الآن خلاص ضاع أمرها خلاص، لا في المتوسطة ولا في الثانوية ولا في الجامعة ولا في الطرقات ولا في الشوارع ولا في المواقع ولا في النوادي ولا في المقاهي، خلاص ضاع أمرها ضاع. نسأل الله السلامة والعافية. وبالمقابل قبل ما تخرجوا، نخرج أنا معكم نروحوا للدار إن شاء الله، والله العلي العظيم غير كيما راكم قاعدين هنا واللي راهم برا واللي راهم في هرم السلطة واللي راهم في أسفلها وكبيرهم وصغيرهم، غير كلهم مسؤولون أمام الله في ترويج هذه البضاعة المزجاة، وكلهم بحسب المكان نتاعو، كلهم بدءا بالإمام اللي راه فوق المنبر، فهم مسؤولون أمام الله عما يقع الآن في البلاد من انتشار الرذيلة والفضايح والأفلام تاع الخنا والأفلام تاع الفسق الهابطة السافلة، ومن انتشار هذه المخدرات في المتوسطة. وبالك برك أنت تقول وما يدبر راسهم احنا لاباس، ما كاش لاباس. هذاك اللي درت فيه الأمان من ثم تتقرع الحالة، اللي راك ظن باللي تقول أنا وليدي في الجامعة أنا وليدي وش علاقته به. جاءت أمة من إماء الله إلى هذه المقصورة، جات تقود فيه سنة ثانية ماستر في جامعة دار إبراهيم. قلت له قول له وش بيك؟ قلت له وش بيك؟ قال لي ما جبتش خبر. قال الخير. قال لي والله غير مع واحد وواحد داني لواحد حتى وليت نبلع. سنة ثانية ماستر دوكا إلا ما هاك داير في البال باللي الولد راه في الثانوية راه يقراو على الدار، هذا هو المعهون، لكن والله ما كان لامان. والبنت والله غير شوف وحده قال لها جيبي لي ايفون نعطيلك، جات له ايفون 27 مليون، قالت له مقابل وحده برك في الثانوية. واش راهي رافده الحالة؟ وكلهم مسؤولون أمام الله. واللي راه يروج لهذا وراه ينشر هذا وراه يدفع هذا وراه يصرف هذا، يا ويله أمام الله عز وجل. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أرواح يكون ممثل، روحوا دير فيلم في شهر رمضان، لا نستحي من الله، الناس صايمة ومحتسبة وتقرأ في القرآن وتدعي وتطلب وتسأل الله الغفران وتايبة وتجري الجوامع والتراويح وطالعين وهابطين، وبعدين عند المغرب تجيب الساقط وتجيب السافل وتجيب أراذل القوم وسفهائهم ينشروا الخماج على مرأى ومسمع المسلمين. مخدرات، احنا شعب تاع مخدرات. احنا الإعلام الهادف هو الذي يحفظ علينا أعراضنا ويحفظ علينا ديننا ويحفظ علينا وطننا ويحفظ علينا أبناءنا ويحفظ علينا بناتنا، يحفظ علينا القيم والمبادئ، يحفظ الأخلاق ويصون الأعراض. هذا هو الإعلام الهادف. ما أنت تبني له الإعلام يهدم ويندب. لا بارك الله في إعلام كهذا. ولهذا احذروا معاشر المسلمين والمسلمات مما يبث في القنوات
كل القنوات من الأفلام الساقطة السافلة الهابطة التي تنشر الرذيلة وتحارب الفضيلة، التي تنشر الخنا والفسق والزنا وتنشر الحرام وتعلم الأجيال، تعلمهم كيف يعصون الله سبحانه تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون، والله جل وعلا يعلم ما تفعلون. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فقد حرمتنا الغيث بذنوبنا، حرمتنا الغيث والقطر من السماء بمعاصينا وذنوبنا، وبما نفعله بالليل والنهار من الحرام والموبقات، فأمسكت عنا القدر، وأمسكت يا رب المطر، وأمسكت الغيث لتجاوزنا وتعدينا، لإساءتنا وإيذائنا لحرامنا الذي نقترفه بالليل والنهار، فشحت السماء وما نزل الغيث، وهلك الزرع والضرع، ونعيش الويلات بسبب ماذا؟ بسبب الحرام الذي ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.